قد كتب العلماء في هذا الموضوع طريق في طلب العلم، وكيف يتدرج الإنسان ويترقى فيه، وما يلزم ذلك من التجرد والإخلاص لله رب العالمين الذي هو أساس في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة ومن أفضل ما يتقرب به الله، بل هو أفضل من جميع التطوعات، من تطوع في الجهاد والصلاة وغير ذلك من التطوعات، لأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي أوحاه إليهم رب العباد، الذي خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لهداية البشر إلى ما يسعدهم